طيب. مشاكل كان بيجي لي. اقعدي اقعدي. كان بيجي لي حظر كتير على الفيسبوك وانا ما كنتش فاهم. طب انا ما بعملش حاجه غلط. بل بالعكس. نعم يا جماعه. بعمل بطاطس. اه. بل بالعكس انا بعمل حاجه، بنشر فيديوهات، قصدي بنشر مقالات. انا ما بعملش حاجه غلط. ليه بتعملي حظر؟ بطاطس. انا ما كنتش عارف. يعني حقيقي. او مش ما كنتش عارف، كنت ناسي، بس قول مش عارف لحد ما افتكرت يعني. اه افتكرت ان دي بطاطس. ان انا شغال في جريده، والجريده اللي انا شغال فيها دي ناس تزعل ما تزعلش مش مهمني. فاهمين الصحافه غلط. بطاطس. يعني ايه فاهمين الصحافه غلط؟ يعني حضرتك في مقال انت حضرتك واخده من مصدر، المفروض تسكن المصدر، مش تكتب عليه كاتب كذا وأكنك يعني انت اللي كاتبه. لا. بابا. نعم يا جوان. دادا. بطاطس. خلاص بقى ما تسأليش تاني. ماشي عشان انا اركز. انا عايز اركز في اللي انا بقوله. انت بتنسيني انا بقول ايه. فلما بتكتب مقال حضرتك بتبقى كاتبه، فبتكتب كاتبه. علينا بابا. ماشي. طيب لو مش انت اللي كاتبه اكتب متابعة نقلا عن مصدر كذا. لكن انت مش تاخد الحاجة من مسمى بلاش اسمي عشان بيزعل. اصل زعل لما كلمته وشرحت له في التليفون، زعل مني. والله لما كلمته في الحقيقة، حضرتك انا ما ينفعش اغير فيه كلامي يعني. نعم حضرتك اكتب متابعة حضرتك. ما تقولش كتبه ونقلته عن كذا، لا اسمها متابعة والمصدر كذا. عايزة أعمل. عايز ايه؟ عايزة. تعمل ايه؟ شمار يعني؟ ما تلعبيش بقى فيها. ما تلعبيش في البطاطس عشان انت بصي جبت فيها شعر لسه هغسلها تاني. ممكن؟ لا أشوف يا بابا. ما تلعبيش فيها؟ حتى. لا ما تلعبيش فيها. حتى. ما تلعبش. حتى. ما تلعبش. حتى. بص يا بابا. ها. بص. طب سيبيها عشان كده تتكسر. إيه؟ هتتكسر. سيبيها عشان ما تتكسرش. علينا. ماشي هتبوظ. حبيبي. بابا. ايوه. ماشي. بابا اعمل. لا عشان ايدي فيها سكينة ومية. ايدي فيها سكينة ومية ما ترطش في وشي. ايدي فيها سكينة ومية هترطش في وشي. هو دي فين؟ كده. سكينة ومية هترطش في وشي. وده. ممكن انا نسيت انا كنت بقول لكم ايه. المقال حضرتك لما تيجي تكتبه لازم تكون كاتبه، يعني كل كلمة مكتوبة في المقال حضرتك كاتبها. بابا. نعم. وتحط هنا. اه وحط. طيب ولو حضرتك مش كاتبه قول لي انا مش كاتبه. ودي احد المشاكل اللي بتواجهني. فطبعا الفيسبوك انت عمال تنشر منشورات كانت موجودة، منشورات كانت موجودة، منشورات كانت موجودة. فلازم انا احذرك ويعمل لك حظر. بعد كده راح كلموني رسميا. وانا ما كنتش اعرف اساسا، يعني كانوا مكلميني من يوم 2 في الشهر، 2 في الشهر ده. وانا ما شفتش الرساله 2 يناير كمان، وانا ما شفتش الرساله خالص بقى. ما بفتحش الواتس ده اساسا وقافل على نفسي لحد ما كنت، عشان عايز احقق هدف وحققته على الانستجرام، ان انا ازاي اعمل متابعين وازود متابعين بخطه تسويق مش بزياده. رغم ان صاحبي ساعدني بزياده يعني، ما اضحكش عليك. لما واحد من امريكا يعمل لك صفحه ويحط لك عليها اسمه واسمك وصورته. هو كان عاملها صاحبي بتاع امريكا، عاملها للبنات. مقضيها يعني في امريكا. كان معايا هنا في مصر وكان مقضيها برضه. هو كان معايا في التمثيل، كنت انا بعمل له شغل المونتاج. انا بيقضيها عايش حياته يعني. مش هقول لك احنا مالناش دعوه. احنا ما نحسبش الناس.
لكن هو حياته كانت كويسة ومرتاح، وهو كان في أمريكا وعايش في فيلا كان حاجة كويسة جدا. وأنا صاحبه بنعمل مع بعض شغل مونتاج، أنا أعمل له شغل، هو يعمل لي شغل مثلا، فبيجيب لي شغل مونتاج، أقعد مع ناس وأعمل شغل مونتاج وآخد فلوس. الحياة كانت حلوة ومرتاحين، وكنا عايشين مرتاحين أنا ومراتي وعيالي وبنتي، بس كانت واحدة بس. لحد ما جت الكورونا طبعا، الحمد لله. هو قبل الكورونا أبوه تعب، راح مسافر. راح أبوه تعب، راح مسافر إيه؟ أمريكا. وهو على فكرة اللي مسلفني 50,000 لحد دلوقتي لسه ما سددتلوش منهم ولا جنيه، ده أنا في الشقة اللي أنا قاعد فيها دي، عشان أنا قاعد فيها عقد مؤقت. وبرضه دي صراحة ومش شحاتة، عشان ما يجيش واحد بس يعلق بعد شوية، ما أنا دلوقتي عامل الفيديو بس مباشر، بعد شوية بعد ما انشره على السوشيال ميديا الاقي واحد داخل يعلق لي يقول لي أنت بتشحت على نفسك. لا والله، أنا لو بشحت كنت هنزل أبيع مناديل، ما اشحتش. ماشي، أنا ما بشحتش، بل بالعكس أنا عيلتي كبيرة جدا، وكانوا ضايفيني في جروب اشراف على بركات في كل حته، وما وصلتش لحد منهم وقلت لهم انا محتاج جنيه، وانزل اشتغل كومبارس، وانزل اشتغل اي حاجه، وانزل اشتغل عمل نظافه، واي حد يقول لي على شغلانه مقابله اروح اعمل مقابله. كل عشان ايه؟ ما اقولش لحد هات حاجه، واستلف واسدد، ولابتوب بيبوظ واصلحه، وبعد كده اجيب كمبيوتر بالقسط، وتحصل مشكله في حاجه فيه ما كانتش متوقعه وصلحتها. تنمركم بقى خلى الواحد ايه، بكلمكم دماغي 300 حاجه فيها زي بنتي، الفيديو مش عارف، فكفايه تنمر. منى زكي لما عملت اصحاب ولا اعز، عشان انا كده بحاول اجمع بس اللي بتكلم فيه وافتكر، عشان بس محدش يشوف بتكلم في حياتي، كلام حياتي دي كده 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 هتكلم فيها، هي حياتي ودي قناتي. معفن قولوا معفن، قولوا انتوا عايزين تقولوه. آه فلما الناس تتنمر عليك، وصلت لمرحلة التنمر خلاص، ان هو دلوقتي انت عشان تعمل مشاهدات الناس تتنمر عليك، يعني انت عايز تجيب مشاهدات اتنمر على الناس. طلعنا مرحلة الصحافة، تعالى نخش يعني معلش دخلنا في ده عشان جوانا سحلاني والله، وانا بحاول اركز. بابا تعود. ماشي. تعود ده. بس هو موضوع التنمر عامل لي مشكلة نفسية، انا بقيت تعبان نفسيا من التنمر، يعني حتى لما يعني في واحد انا اقبل منه التنمر في النقد البناء. يعني قاعد دكتور يحيى لما كنت بصور معاه، لما كان بكتب حرف غلط فكان بيقول لي انت ما بتعرفش تكتب، واضحك في وشه، اضحك في وشه، يا عيني استاذ ودكتور، يا بابا استاذ شريعه، استاذ ازهر وعالم ازهري، اضحك في وشه. الشيخ جميل ما كان يقول لي انت ما اتظبط بقى واشتغل صح حاضر. بص يا بابا. اما اجي اقول له مثلا حاجه في السوشيال ميديا فيقول لي انت ما بتفهمش، إيه اصبر وبتاع، مش حاضر، ما جادلش، ما تجادلش، ده كبير في السن، ما ينفعش تجادله. ما هو اصل معلش في 2011 لما احنا قلنا الكبار دول يتركنوا على جنب، فاكرين؟ كانت الثوره، انا ما كنتش نزلت ميدان التحرير في الاول، انا نزلت بعد كده لما قالوا الكبار دول يتركنوا على جنب، خلاص بقى راحت عليهم، كانت اكبر غلطه. بص ده بطاطس. فاحنا وقعنا في الزمن ده، ان انتوا ركنتوا الكبير على جنب، ركنتوا الصحافه، مثلا المواقع الصحافه الرسميه ركنتوها على جنب، وبقيتوا تتابعوا الفيديوهات وبتتابعوا الحياات الجديده اللي بتعمل شو وبتصرف على نفسها وبتعمل سوشيال ميديا والمدعين كتير ظهروا في 2010 واتنطوا على ميدان التحرير بابا. عشان يحاربوا بابا الشعب المصري ان هو ما ينجحش، بابا وانتوا ما نجحتوش عشان ده الاخوان جالكم. بابا ده اللي احنا فيه ده كله بسبب بابا. الاخوان. بابا لو اي غلطة بابا. حصلت بابا. فينا في مجتمعنا بابا. نعم بابا يبقى بسبب الاخوان. بابا اي غلطة بابا من 2011 لحد دلوقتي بسبب الاخوان بابا والسلفيين. ده دي بطاطس. كاشي. وين يا بابا؟ اوريكي اه اهي. اي غلطة
حصل يتحاسب ما تتعوريش. من 2011 لحد دلوقتي بسبب الاخوان والسلفيين، لان هم نطوا على الشعب المصري، وانا بقولها. وهي دي احد مشاكلي بقى النفسيه الاخطر. زمان في 2011 لما تعبت نفسيا، انا تعبت نفسيا بسبب ده. سيب يا جوجو البطاطس. ماشي. القناه بتاعتي دي من 2010. لو كنتوا تابعتوا القناه من 2010 كانت يا بنت البطاطس خلاص ما تلعبيش فيها كده تبوظ وتعفن. اهدي بقى شويه. قولي حاضر. قولي حاضر وقت بص. قولي حاضر. قولي حاضر. نعمة ربنا يا حبيبتي ما تلعبش بيها. ماشي؟ خلاص؟ بص عملت ايه؟ حطيت ايدي او بص ما تحط حاجات غريبة. وايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ بتسألي سؤال 40 مرة. انا تعبت زمان في 2011، انا تعبت نفسيا بسبب برضه التنمر. اهلك بقى اللي اتنمروا عليك. اللي هو حلمك ايه؟ ان انت تكلم الاجانب تتخلف استهتار. ده واشتراكية وعلمانية. وعايز افهم يعني ايه اشتراكية ويعني ايه علمانية. ليه يا ابني انت عايز تكفر؟ لا 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 يا جدعان في ايه؟ انت ابوك راح في سبيل الله، راح في كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني ابويا راح في كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله.